بسم الله الرحمن الرحيم. إدارة التربية والتعليم في الشمال السوري. نحن الآن في مدرسة مرمرة. اليوم كان هناك لجنة لتقييم عمل المعلمين المتقدمين لفرصة معلم صف. نحن الآن في بداية أو تحضير لبداية عام دراسي جديد. طبعا نحن بحاجة إلى كادر تدريسي من أجل استيعاب الطلاب، وأن يكون الكادر التدريسي موجود قبل الطالب. فيعني تواصلنا مع إدارة التربية ومع المجمعات التربوية بعد الإعلان عن طلب متسابقين من مجموعة من الاختصاصات من التربية معلم صف واللغة الإنجليزية. To encourage them to give you few examples made by them, please. Past tense. والعلوم العامة. طبعا كانت الاستجابة كبيرة جدا من قبل إدارة التعليم ومن قبل إدارة المهجرين جزاهم الله خيرا، ومن المجمعات التربوية في مجمع حماة ومجمع أطمة. طبعا الآن نحن بعد أن أجرينا الفحص الكتابي الآن نقوم بإجراء فحص المقابلة وفحص الدرس النموذجي. يوجد مجموعة من لجان للمقابلة اثنتين ولجان من أجل درس النموذجي. طبعا أغلب كل الموجودين من اللجان هم من أصحاب الكفاءات والمشهود لهم. نحن جينا كلجنة تقييم للمدرسين اللي طالبين عمل في هذه المنظمة، وإن شاء الله بنكون على قدر المسؤولية وأماني برقبتنا إن شاء الله، لأن هالأطفال وهالبنات الصغار هم أماني في أعناقنا. لاختيار المدرسين سعينا من خلال جهودنا المبذولة لانتقاء الأفضل بهدف تطوير العملية التربوية والحد من الانتهاكات التي قد تمارس ضمن العملية التربوية، من أجل أن نرتقي بأطفالنا وطلابنا إلى المستوى الذي نطمح إليه. ولذلك تم تشكيل مجموعة من اللجان. هذه اللجان غايتها اختيار الكوادر من المعلمين والمدرسين، الكوادر التي تؤمن برسالة التعليم والتي تتمكن أو هي قادرة على أن تقوم بهذه المهمة في هذه الظروف الصعبة، في ظروف النزوح، في ظروف الحرب. طيب، في الصف الثاني الابتدائي نتيجة ظروف النزوح لديك مجموعة من الطلاب الذين دخلوا إلى الصف الثاني الابتدائي ولا يتقنون كتابة الأحرف، وطلاب آخرين قد أتقنوا مهارة الكتابة والقراءة للحروف ولبعض الكلمات. هنا نستدل بالفروق الفردية بينهم، العمر الزمني بين العمر العقلي. كيف تتعامل؟ أتعامل كل واحد يكون في تدريبات بيتية خاصة به. في الصف كيف تتعامل معه؟ وراعي الفروق الفردية بيناتهم بحيث يكون له مشاركة في الصف خاصة اهتمام بها. كاميرا هيئة إدارة الخدمات في الشمال السوري.